أبطال أولى ثانوي أولى بكالوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر آدم أحمد. النهاردة إن شاء الله ناخد تالت درس في الوحدة الأولى في التاريخ، وإن شاء الله لو خلصناه بإذن الله على خير نكون خلصنا خلال الوحدة الأولى. وزي ما قلت لك من أول درس خالص إن الوحدة الأولى وحدة فلسفة التاريخ، في فلسفة التاريخ. من أول بقى الوحدة التانية إن شاء الله هناخد بقى التاريخ ذات نفسه، هناخد التاريخ ذات نفسه. يبقى الوحدة الأولى مش فلسفة التاريخ، كمان فلسفة الحضارات، فلسفة الحضارات. والفيديوهات اللي فاتت أنا كنت عاملها في القناة القديمة، هسيبها لك ان شاء الله ترجع لها وتشوفها. تمام، اللي هم الدرسين اللي فاتوا. تعالوا بقى نبتدي في الدرس ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بيقول لي ايه اسم الدرس؟ ايه في الاول؟ عوامل قيام الحضارات. يعني ايه عوامل قيام الحضارات؟ يعني عملنا ازاي الحضارات، او عملنا بايه الحضارات، ايه اللي استخدمناه عشان نعمل الحضارات دي، سواء استخدامات طبيعيه يعني ربنا سبحانه وتعالى منحها لنا زي الانهار والمعادن والموارد الطبيعيه، وزي الموارد الايه البشريه. هنعرف حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. ودرس قصير جدا، هو اصلا ده درس اصلا عندنا في المنهج كله اقصر درس، يعني تافه. الوحده الاولى كلها جميله يعني. ماشي، تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي هنا ان ربنا سبحانه وتعالى منح المنطقه العربيه العديد من المقومات والعوامل التي ساهمت في قيام حضارات العالم القديم. ولكن ما هي عوامل قيام حضارات العالم القديم؟ هيقول لي ايه؟ هيقول لي عواملها. تعالى يا عم قول لي. قال لي اول حاجه واهم حاجه الانهار. ليه؟ عشان عرفنا الزراعه والاستقلال، وعرفنا بقى اللي احنا بدل حالات الترحال والترحل دي. زي الانهار دي طبعا نهر النيل، ده مش محتاجه يعني. نهر النيل في مصر، و طبعا في العراق نهر دجله والفرات اللي عملوا برضه الحضاره العراقيه القديمه. عشان كده هم اقدم حضارتين في العالم. اقدم حضارتين في العالم. ليه؟ عشان انهار، عندهم انهار. تمام. وتاني حاجة وجود الأنهار احنا قلناها خلاص. تاني حاجة الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي، ماله الموقع الجغرافي؟ وسط العالم، حتى بنسميه دلوقتي ايه؟ الشرق الأوسط. واحنا بناخد حضارات العالم الايه؟ القديم. فمن ضمن الحاجات اللي خلت حضارات العالم القديم تنهض وتبقى هي أول من بدأ الحضارات في التاريخ البشرية الأنهار. وإن احنا دلوقتي بناخد ايه؟ الموقع الجغرافي، بسبب إن يسهل على التجارة والتنقل، والذي منه عندي بحار، فبالتالي اقدر استورد موارد واصدر من الدول المختلفه الحضارات المختلفه. فالموضوع بقى سهل. ثالث حاجه المناخ. اعتدال المناخ، بسبب ان المناخ الحمد لله عندنا في الوطن العربي كله كويس، بالذات عندنا طبعا في مصر. تمام، معتدل شتاء، مش عارف ايه صيف، واللي احنا بناخده في الجغرافيا ده. ماشي، فالمعتدل ايه؟ معتدل شتاء وحار صيفا، عكس اوروبا اللي هي قارصه في الشتاء. ومنعتدل النشاط الايه البشري. طيب، رابع حاجه عدم وجود حواجز او موانع طبيعيه بين اجزائها مما عزز التواصل بين الشعوب والحضارات. يعني ايه موانع طبيعيه؟ يعني مثلا زي الجبال، وزي مفيش دول عربيه تفصلها الجبال عن بعض، لا، تلاقي الحدود كلها صحراويه. يعني باختصار تقدر تمشي بقى على رجليك، تتنقل من دوله لدوله على رجليك عادي. لكن الجبال لا، الجبال تبقى مصيبه في الحدود، كارثه في الحدود، بالذات في التجاره والحاجات دي. هنتاجر ازاي؟ هنعدي الجبل ده ازاي؟ حتى لحد النهارده نفس الكلام. برضو مثلا زي البحار، ما بين الدول العربيه مفيش بحر حاجز، لا، عادي امشي براحتك، روح من مصر للجزائر مش عارف مين، مفيش بحر عادي. ومن العراق للاردن للسعوديه مش عارف، نفس الكلام عادي. فالحمد لله دي من ضمن الحاجات المميزه. خامس حاجه وفره الثروات المعدنيه من الصخور والمعادن، بالاضافه الى النباتات والحيوانات مما اتاح الفرصه الاستثماريه. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الصخور والمعادن واضحه، عندنا الذهب وعندنا الفضه وعندنا حاجات كتير حلوه. يعني مثلا المصري القديم كان غرقان في الذهب. تمام، سوريا كانت غرقانه في الفضه، فكنا نتبادل مع بعض الحاجتين دول. طبعا دي العملات دي عملات ثمينه، ماشي، وبعد كده هتصبح عملات، لكن في الاول ما كانتش عملات زي ما خدنا الدرس اللي فات. تمام، بالاضافه للنباتات والحيوانات، عندنا نباتات كويسه تقدر تستحمل الجو، تقدر تنهض وتنمو في الجو بتاعنا. نباتات بقى كتير زي الرز مثلا، لخي 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 لخي. والحيوانات نفس الحكايه. يعني احنا مثلا عندنا مثلا في مصر والسودان الجواميس ما بتعيش في البلدان الحر، يعني مش هتلاقي جواميس في شبه الجزيره العربيه مثلا. وطبعا الجاموسه زي البقره مفيدين جدا في الثروه الحيوانيه، والبشر تديهم طاقه والحاجات دي كلها.
تمام. سادس حاجه بقى واخر حاجه كفاح الانسان. دي حاجه بقى بشريه. يبقى الخمس حاجات الاولانيين دي طبيعيه، اخر حاجه دي بشريه. كفاح الانسان وتكيفه مع بيئته الجغرافيه ومجهوداته العظيمه في بناء الحضاره الانسانيه. انت بقى العامل البشري لازم بقى خلاص، ربنا اداك كل حاجه، ابدا اشتغل على نفسك بحيث تطور من نفسك، بحيث تعرف تستغل الحاجات دي. تمام. وبما ان مصر تعد صاحبه اقدم حضاره في تاريخ العالم، سوف ندرس عوامل قيامها. هناخد بقى حضاره ايه؟ الحضاره المصريه. طيب زي احنا خدنا فوق العوامل الطبيعيه والعوامل الايه؟ البشريه. هنبتدي الاول بالطبيعيه. البشريه ما فيهاش حاجه يعني. نبتدي الاول حتى ان شاء الله الطبيعيه ما فيهاش حاجه. اول حاجه طبعا اهم حاجه نهر النيل، ما فيهاش كلام، ما نهزرش. نهر النيل ده ما نهزرش. الذي ساهم في وحدتها وتماسكها. ايه اللي خلى مصر السفلى والعليا يتحدوا مع بعض؟ نهر النيل. ان في بيننا رابط مشترك، صح؟ تمام. تاني حاجه الموقع الجغرافي، نفس الكلام اللي قلناه فوق. اثر الموقع الجغرافي. طبعا مصر تتوسط العالم، تقع في افريقيا واسيا. افريقيا اللي هي مصر كلها، واسيا اللي هي سيناء، ماشي، وقدامها فوق اوروبا. تتوسط قارات العالم الثلاثه القديمه يعني. تمام. الثروات المعدنيه، الصخور والمعادن زي ما احنا ايه قلنا. مصر فيها، شوف بقى فيها كام معادن وجرانيت وذهب وفضه طبعا، ولخ. طبيعه مصر غنيه بالموارد الطبيعيه. الحدود الطبيعيه الامنه التي كانت تحميها من الاعداء. مش كله عشان اكون امين معاك، بس في حدود كويسه، زي مثلا الحدود الغربيه مثلا يعني. ماشي. الحدود الغربيه دي امنه. مين هيعدي الصحراء دي كلها؟ الصحراء الكبرى في افريقيا، مين هيعدي ليبيا والجزائر كلنا عشان يجي؟ تمام. نفس الكلام تحت في السودان، صحراء يعتبر. ماشي. طيب نفس الكلام البحر المتوسط والشرق البحر الايه الاحمر. هي بس اكتر حدود مقلقه في مصر دايما طول عمرها في تاريخها هي الحدود الشماليه الشرقيه اللي ناحيه ايه؟ سين. والمناخ الذي تميز بالاعتدال. ثانيا عوامل بشريه. قال الانسان المصري اللي بيحب وطنه واللي استغل الموارد اللي ربنا اديها له، فبالتالي ايه؟ عمل اعظم حضاره في العالم. كلام جميل. احنا كده خدنا، يعتبر خلصنا نص الدرس. ايه ده؟ الكلام ده كله نص الدرس؟ ما بقول لكم كلام سهل جدا وتافه يعني. الوحده كلها اصلا على بعضها جميله يعني، ما فيهاش حاجه. الواحده الثانيه نعمل ايه؟ الواحده الثانيه هيبقى فيها شغل جامد يعني. طيب تعالوا ناخد بقى العوامل الطبيعيه دي، بس نقعد تفصيل شويه. اول حاجه نهر النيل، اهم حاجه طبعا. يرجع السر عظمه نهر النيل واهميته الى ايه؟ تكوينه الطبيعي. فهو ينحدر، استنى على ملك الاحمر دي، من الجنوب للشمال. فهو ينحدر من الجنوب للشمال. يعني هو يفضل من تحت يطلع لفوق، بيبدأ من تحت ويبدأ يطلع لفوق، حاملا معه الماء والطمي الذي ساعد على قيام الزراعة. طبعا مش محتاجة يعني. احنا برغم ان احنا 96% من ارضنا صحراوية، لكن تعرفوا ان 96% من سكان مصر، يعني اكتر من 100 مليون ساكنين على وادي النيل. اكتر من 100 مليون بني ادم. يعني احنا سايبين يعتبر مثلا كام؟ مثلا سايبين 98 او 96% من ارض مصر مش ساكنين فيها، وساكنين ومركزين على 4% بس. ليه؟ عشان نهر النيل من عظمه هذا النهر هو شريان الحياه مصر، من غيره مش هيبقى في مصر. تمام. واكتساب المصريين منه قيما كثيره. ايه ده؟ نهر النيل نستمد قيم؟ امال طبعا الموارد الطبيعيه طبعا نتعلم منها. نتعلم زي علم بلادك كده، ما انت بتفتخر بيه وبتحبه، مع ان ده علم حته قماش بس بالنسبه لك رمز. نفس الحكايه نهر النيل بالنسبه لنا رمز. طيب استفدنا منه ايه؟ الوحده والتضامن. زي ما نقول لك ايه اللي وحد مصر العليا والسفلى؟ النهر. كان فيضان النيل سببا في توحد جهود المصريين لإقامة الجسور الحفاظ على مياه الفيضان. تمام. فعاشوا شعبا واحدا عبر التاريخ. بدل ما انت مقسومين يا جماعه، في نهر يربطنا وفي نهر ممكن يساعدنا، ممكن في نفس الوقت يغرقنا. طب نيجي نتحد طالما احنا الاثنين مشتركين في العوامل دي، فاتحدنا على يد مين؟ تمام. التكافل والتكامل. خد وهات. شمال مصر يتميز بحاجه، يتميز بس عنده بحر متوسط مثلا يعني، فده نتاجر منه. جنوب مصر يتميز ان ارضه خصبه اكتر، فبالتالي نقدر نزرع فيه. خد وهات، نساعد بعض. ايه المشكله؟
بعدين الحاجات اللي خلتنا نتحد. يبقى ساعد نهر النيل المصريين على تبادل المحاصيل، فنشطت التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب عن طريق النهر. تمام. والتواصل فيما بينهم مع الآخرين، حيث ساعد النهر. ثانية واحدة كده أظبطها لك دي. تمام. أعملها لك تمام. التواصل فيما بينهم مع الآخرين نفس اللي فوق بعض، مش فارقة يعني، بس انتوا عارفين المنهج بيحب يحشي شوية يعني. ساعد وجود نهر النيل على الاهتمام ببناء السفن التي يحملها التيار نحو الشمال وتدفعها الرياح الشمالية السائدة نحو الجنوب، وقد أدى ذلك إلى إيه؟ تواصل، وإن المصريين يبقوا دايما أمة واحدة على مدار التاريخ لا يتفرقوا. وطبعا إيه؟ نشروا حضارتهم في البلاد المجاورة زي السودان مثلا، زي السودان بالذات طبعا في الدولة الإيه؟ الحديثة، في الدولة الحديثة. تمام. استنى أعلمك دي بالإيه؟ بالأحمر. نغير اللون هنا عشان نظبط الدنيا. ماشي اهو. دي بدلعك يعني، مش حرمك من الالوان انا اهو. فحدثت التاثير والتاثر الذي تميزت به الحضاره المصريه الايه؟ القديمه. اتعلمنا زي مثلا خدنا من الهكسوس العجلات الحربيه، فتعلمنا ان احنا ايه؟ نتاثر ونتعلم من الامم الاخرى، مش عيب. خدناه في اول درس خالص. الموقع الجغرافي المتميز. تاني حاجه احنا قلنا ليه تتوسط قارات العالم الثلاثه؟ الكلام ده احنا عارفينه كلنا، كلام عارفين. تعد مصر بمثابة قلب العالم القديم. ليه؟ عشان ملتقى القارات الثلاثة، العالم القديم اللي هي 3 قارات العالم القديم، آسيا أفريقيا أوروبا، وتطل على بحرين مهمين هما البحر الأحمر والمتوسط. وقد أدى طبعا الكلام ده كله إلى إيه؟ قد أدى موقع مصر المتميز إلى سهولة الاتصال مع حضارات مع بقية حضارات العالم القديم. حلو الكلام؟ جميل وظريف ولذيذ كمان. ماشي. عبقرية المكان من كتاب شخصية مصر. كتاب شخصية مصر ده أهم كتاب جغرافي لمصر، أهم كتاب عمل جغرافي رائع عظيم اسمه جمال حمدان الله يرحمه. تمام. كتاب رائع وعظيم وجميل، وإذا ما أنت عايز تقول. قال لي طبعا إيه؟ قاعد بقى يتكلم عن الكلام اللي إحنا قلناه فوق. مصر حجر الزاوية في الثلاثية القارية، وهي الدولة الوحيدة اللي تلتقي فيها قارتين وتقترب منها ثالثة. قول لي هات لي دولة تعمل فيها نفس المواصفات دي، مفيش. فهي بوابة مشتركة لأفريقيا وآسيا، ومدخل الحقيقي لأفريقيا من الشمال. ماشي. والنيل وهو النهر الوحيد الذي بفضله تصبح مثل مدخل ايه ده؟ استنى، احنا دي الكلام ولا ايه؟ إلى قلب القارة الأفريقية، كما أن لها طريقان لآسيا ولا يقلان أهمية وخطرا. فشمالا هناك طريق سوريا والعراق اللي هو عن طريق سيناء بكل ثقله وتفرعاته، وجنوبا هناك طريق غرب شبه الجزيرة العربية الذي يطوقها جميعها حتى دول الخليج. ومصر الوحيدة التي يقترب عندها أطول بحرين هو البحر الأحمر والمتوسط. كلام يعني ايه؟ كلام عمومي يعني. ماشي. الثروات المعدنية. الصخور والمعادن. الثروات المعدنية يعني ايه؟ الصخور والمعادن. أنعم الله على مصر بكثير من هذه الخيرات. أنا لسه قايل لك الصخور زي الجرانيت والرخام والأحجار الكريمة. ماشي. كلام ايه؟ كلام عام. ماشي يا عم. والمعادن زي ايه؟ زي الحديد والذهب والنحاس وغيرها. حلو الكلام. وكانت الصخور والمعادن أغلى الثروات بالنسبة للمصري القديم، والتي ساعدت على قيام الحضارة، حيث استخدمها في استخدام المصري القديم المعادن والصخور دي في ايه؟ في الحلي، في أدوات الصناعة، البناء والصناعة يعني. ماشي. طبعا بناء الأهرامات اتبنى ازاي؟ طبعا عن طريق الأدوات دي، وصناعة الحلي زي ما احنا قلنا، وصناعة أدواتي، وبناء الأهرامات، ونحت التماثيل. زي بالظبط ما احنا لما نصنع الأدوات هنقدر نبني الأهرامات وننحت التماثيل. تمام. كلام ايه؟ كلام جميل جدا وظريف. الحدود الطبيعية الآمنة. قلت لك ان احنا ايه؟ حدودنا آمنة الا الناحية الشمالية الشرقية بس. يبقى تمتعت مصر بحدود طبيعية آمنة منذ تاريخها. زي ايه؟ بحر متوسط شمال قليل، لما جالنا محتل عن طريق البحر المتوسط قليل، مش كتير. حصلت بس مش كتير يعني، بتبقى صعب عشان تعدي بحر الجنة، صعب. بالذات احنا طبعا بنتكلم على التاريخ القديم، عمرها ما حصلت. في الحديث حصلت طبعا الاحتلال الانجليزي والفرنساوي. الجنادل
وهي كتل صخريه ضخمه تعترض مجرى نهر النيل جنوبا. يعني مثلا زمان مثلا كان بيحصل زمان ايه؟ كان القبائل النوبيه بتقعد تغير علينا، اللي هي يعني تحاربنا يعني او تروح تسرق مننا وكده، تمام؟ بس دي كانت كلها حالات ايه؟ فرديه. كلها حالات ايه؟ كان صعب تعمل عليها الحالات دي من نوع من الانتظام. ليه؟ يعني كان صعب القبائل النوبيه دي المقرفه اللي عماله تقرفنا تحت ان هي تيجي تحتل مصر، عشان الجنيد هتعدي ازاي الصخور اللي في النيل؟ مش هتعرف ازاي السفن هتعدي يعني. طيب، وبحر الاحمر شرقا، البحر الاحمر شرقا طبعا البحر الاحمر اصلا هو الحدود الوحيده تقريبا، هي والناحيه الجنوبيه اللي ما جاش عليها محتل، مفيش حد دخل عليها ابدا يعني، تمام؟ والصحراوات اللي هي شرق وغرب وادي الايه النيل، اللي هي الصحراء الشرقيه والغربيه. كل ده طبعا بيبقى مانع للعدو ان هو يجي يحتل ايه؟ يجي يحتل مصر. وتعد هذه الحدود الطبيعيه بمثابه الدروع الواقيه للمصريين. ليه؟ عشان طبعا لما يكون عندك يعني فاكر انت لما بقول لك الجبال اسوأ حاجه في التجاره، لكن الجبال احسن حاجه في الحدود، حمايه الحدود الامنيه للبلاد. عشان انت دلوقتي جالك معتدي وعايز يعدي جبل، هيعديه ازاي؟ واخد بالك؟ فنفس الحكايه، فالجبال ليها ميزه عسكريه مهمه جدا. يبقى مصر استفاد من الحدود دي ازاي؟ عن طريق الدفاع عن بلاده ومقاومه المعتدين والطامعين وتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقه. تمام؟ حلو كده. المناخ، طبعا المناخ مصر معتدل وجميل ودافئ والله عليه في الصيف، نفس الكلام معتدل ايه؟ شتاء. يبقى الاعتدال والشمس المشرقه والسماء الصافيه مما ساعد على النشاط المصريين. طبعا المناخ ليه تاثير ايه؟ كبير. والجفاف مما ساعد على حماية وبقاء الآثار المصرية القديمة. هتقولي ازاي ده؟ ما هو دلوقتي لو احنا كان عندنا فيضانات دايما وما اهتمناش ان احنا نبني سدود عشان تحمينا من الفيضانات، كان زمان الآثار دي بقيت. يعني مثلا كان زمان نهر النيل جنب الأهرامات، تخيل. بس تخيل بقى لو النيل كان بيزداد كان زمان الأهرامات دي غرق. ولكن بسبب الجفاف لا، تم النيل بعد خلاص عن الأهرامات، وبقى فيها نوع من الايه؟ الاستقرار للاهرامات، وتم الحفاظ عليها على مدار ايه؟ الزمن. واختلاف درجه الحراره الفصول مما ساعد طبعا على تنوع ايه؟ المحاصيل الزراعيه. فاكهه الشتاء غير فاكهه الصيف غير ايه؟ غير الكلام ده كله. تمام؟ تمام. فده طبعا ادى لايه؟ الرخاء وفي العيش. طيب، العوامل البشريه ما فيهاش حاجه اصلا. العوامل البشريه هي يا دوبك معلومات صغيره. بذل المصريين القدماء مجهودا عظيما، معلش يا سيدي عارفين اللي هم استغلوا الموارد والحاجات دي كلها اللي ربنا وهبها لهم. وأنفق المصريين القدماء بالكثير من طاقتهم والوقت لإنتاج حضارة عرفها التاريخ، أعظم حضارة عرفها التاريخ. عارفين الكلام ده، ماشي. وبعديها فكان الجهد والكفاح هم حجر الأساس الذي قامت عليه الحضارة المصرية القديمة. ومن ثم لم تكن مصر هبة النيل فحسب كما ذكر هيرودوت، بل مصر هبة النيل والمصريين. يعني مصر قامت بسبب، مش بسبب النيل بس، لا، وبسبب شعبها العظيم. هو اللي استغل الموارد دي وقدر ايه؟ وقدر يقاومها. تمام. فلولا جهد وكفاح المصريين لما ظهرت هذه الحضارة العظيمة التي أثرت في حضارات العالم القديم. زي ما خدنا كده ان المصريين أثروا في الحضارة اليونانية، ماشي؟ يعني ده باعتراف اليونانيين ذات نفسهم أثروا في كل الحضارات يعني. تمام. كده احنا خلصنا الدرس. خدش في ايدينا كتير، يعني خدش في ايدينا ربع ساعه تلت ساعه. هو الدرس كده، قلت لكم درس تافه وجميل. طيب نيجي نشوف هو عايز بيجيب لي ايه في حلول الاسئله عشان نعرف هو دماغه فيها ايه. وهب الله سبحانه وتعالى مصر العوامل الطبيعيه التي ساعدت على قيام حضارتها. ماشي. اي من العوامل الاتيه كان له الفضل الاكبر في بناء الحضاره؟ طبعا من غير ما اقرا النيل، ده اكيد. هو ده الاساس اللي بنى الحضاره. من غير النيل لو اديتني كل حاجه مش هبني لك اللي انا عملته ده. ان اساس الحضارات القديمه ايه؟ الزراعه. والزراعه يعني اساسها ايه؟ الانهار. تمام. فمحتاج من غير ما نقرا اصلا الاجابات اللي جايه رقم بقى ايه؟ نهر النيل. ترتب على عدم وجود حواجز بين حضارات العالم القديم بالنسبه لمصر. عدم وجود حواجز يعني مفيش حدود مانعه زي ما قلنا بين الحضارات القديمه بالنسبه لمصر. ادى الى ايه؟ اثراء التبادل الفكري والثقافي. وانا دلوقتي قدرت مثلا استفيد من الفينيقيين لما في الشام، والفينيقيين يستفيدوا مني، وقدرت استفيد من العراقيين والعراقيين يستفيدوا مني. مفيش موانع، تقدر تتمشى برجليك. تعرف الموانع من ايه؟ لو مفيش موانع تقدر تتمشى الحدود برجليك. طيب
طب نشوف الاختيارات الثانيه. القدره على مواجهه الاخطار الطبيعيه. ازاي يعني؟ بالعكس، ده الموانع تفيدني في حاجه زي دي. تمام. يبقى القدره على مواجهه، لا انت ده تضاد زي ما انا قلت لك، لازم يكون في موانع عشان اقدر اواجه الاخطار الايه الطبيعيه. وكمان اصلا هنا بيقول لي الاخطار الطبيعيه مش الاخطار البشريه، هنا بيقول لي الاخطار الايه الطبيعيه، يعني الفيضانات والحاجات دي ملهاش علاقه اصلا بعد وجود حواجز. يعني ايه العلاقه؟ ملهاش علاقه. طيب التمكن من بناء المعابد والاهرامات برضه ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه لما يكون في مصر جبليه مبني الاهرامات؟ ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه ما بين الجبال والاهرامات؟ اسئله ملهاش علاقه يعني، او اجابات ملهاش علاقه. تحقيق الامن والاستقرار ضد الاعداء. لا، ده عشان احقق الامن والاستقرار لازم يكون فيه حواجز طبيعيه، فبالتالي الاجابه رقم د الغلط، فما بقاش قدامنا غير رقم الف، اثراء التبادل الثقافي والفكري. اي من الحرف الاتيه كانت الاكثر تاثيرا على تحقيق الالتقاء والتواصل بين الشعوب؟ اكتر حرفه بتاثر في التواصل بين الشعوب التجاره لحد النهارده والسفر. التجاره والسفر. بس انا زمان ما كنتش هسافر عشان اروح اتفرج على الاهرامات، اروح اتفرج على مش عارف حضاره، لا، زمان اسافر عشان اتاجر. ما كانش فيه نوع من الرفاهيه دي، ما كانش فيه طيارات زمان. تمام. يبقى الزراعه لا، الزراعه مش هي السبب الرئيسي. التجاره ان هي خلتني اتعرف على الشعوب الاخرى واعرفهم عن طريق التجاره، انا رحت لهم اتاجر فيهم فعرفتهم. الراعي لا، ده الراعي دي اكتر حاجه غلط، ان الراعي دي انا عايش في الصحراء، انا ما اعرفش حاجه اصلا عن الحضارات الثانيه. الصناعه برضو زي الزراعه مالهاش علاقه، يبقى طبعا ايه التجاره. تمام. هنا بيقول لي ايه؟ اي من القيم التاليه اكتسبها المصريون القدماء من النهر النيل وساهمت في الحفاظ على مواردهم؟ بصوا، هي دي بصراحه ارخم حاجه في الدرس ده كله، هي الاجابات دي. الفرق ما بين التكافل والوحده والتضامن والتكافل والتكامل، ده يعني رخمه بصراحه. بس ايه يعني، مع الوقت هنعرف ايه الفرق، وهنعرف ان هو عايز دماغه رايحه لفين زي ما بنقول. طيب نشوف كده. التكافل، قلنا التكافل يعني ايه؟ يعني خد وهات. خد وهات. دي مش قيم، دي نوع من التجاره والحاجات الاقتصاديه. يعني ايه القيم في كده؟ طيب ايه التكامل؟ ما التكافل والتكامل واحد، فنخرجها بره. التواصل مع الاخرين برضه ما تعتبرش قيم. لكن ايه القيم؟ يعني ايه؟ يكون عندك مبادئ اللي انت تحافظ على بلدك وتحافظ على مواردها وتحافظ على ارضها، دي اسمها قيم، شيم انسانيه. طبعا التضامن رقم ب. ده كده سؤال سهل يعني، ماشي، في اصعب منه. 5. تظهر الآثار الإيجابية لنهر النيل على الحضارة المصرية في المجال الاجتماعي بشكل مباشر. يبقى عايز حاجة في المجال الاجتماعي. دور في تنشيط التجارة الخارجية اقتصادي، اوت. دور في تنمية المحاصيل الزراعية اقتصادي، اوت. وجود الجنادل التي تعد درع واقي لمصر جنوبا، ده عسكري، اوت. تأثيره على التواصل والتماشي بين المصريين، هي دي. ده اجتماعي، صح. سهل جدا، سؤال تافه يبان لك طويل بس هو تافه جدا. رقم 6. لعب المناخ دورا مكملا لدور نهر النيل في قيام الحضارة المصرية القديمة من خلال، يعني عايز يقول لي ايه فايدة المناخ؟ تنشيط حركة التجارة الداخلية. ممكن. ازاي؟ عن طريق ان مصر ما فيهاش ثلج، فبالتالي انا طول السنة اقدر اتاجر فيها طول الوقت، اروح شمالها وجنوبها كل حاجة. عكس مثلا دولة زي روسيا. عشان تروح شمالها اللي هي سيبيريا مستحيل في الشتاء، مستحيل. كان هتلر فلح في الحرب العالمية الثانية، مستحيل. فدولة زي روسيا بتتشل في الشتاء، بتتشل. تمام. يعني عندنا في مصر لا، الحمد لله الدنيا تمام. طيب نكمل كده نشوف. تحقيق الاستقرار الداخلي. ايه علاقة المناخ بالاستقرار الداخلي؟ طب ما روسيا عندها ثلج والدنيا عندها ساقعة قوي، ثلج، بس عند اقوى جيش، عندها من اقوى جيوش العالم، ملهاش علاقة. طيب حماية آثار مصر من الاندثار. هو هنا بيقول لي ايه؟ دور مكملا لدور نهر النيل، فملاش علاقة برضو. عشان ايه؟ عشان احنا بيظهر فيضانات، فالمناخ ما ساعدناش على ايه الفيضانات دي ما تحصلش، فبرضو نفس الحكايه، مع انها على فكره تيجي فيها، بس هو عايز الاصح زي احنا عارفين. حمايه الامن القومي لمصر، لا، زي ما قلت لك ايه، دي حاجات عسكريه مالهاش علاقه بالمناخ. حتى لو الدنيا عندك امريكا وروسيا ثلج، بس بيعرفوا ان هم يحموا نفسهم عادي، مالهاش علاقه يعني. تمام. 7 سؤال. الجسر الذي عبرت من خلاله حضارات الشرق القديم إلى مختلف أرجاء العالم القديم.
الجسر الذي عبرت من خلاله حضارات الشرق القديم إلى مختلف أرجاء العالم القديم. تعالوا نشوف. وفرة الثروات المعدنية. طيب تاني حاجة نشوف. وفرة الثروات المعدنية ملهاش علاقة بالجسر الذي عبرت من خلاله حضارات الشرق القديم إلى مختلف أرجاء العالم. إيه العلاقة يعني؟ أنا عندي ذهب، هل معنى كده إن أنا خلاص عرفتك؟ لا. اعتدال المناخ بيجي منها، بس نشوف كده وفي أحسن منها. الحدود الآمنة ممكن، بس برضه في إيه أحسن منها. الموقع الجغرافي هنا بيقول لي إيه في السؤال؟ اللي أنت بينك وبين، عايز يقول لك إن أنت بينك وبين الحضارات التانية جسر، يعني علاقات. فالموقع الجغرافي يا ترى ده الأساس اللي يساعدك تعمل بينك وبين الحضارات الأخرى تتواصلوا مع بعض، زي نهر النيل والبحرين، وزي عدم وجود حواجز طبيعية. تمام؟ في غير رقم جيم الموقع الجغرافي. تعد من العوامل التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة ووفرت معظم المصادر الأولية لدراسة التاريخ. طبعا الكلام ده اللي احنا خدناه في الدرس اللي فات الايه؟ الآثار. ماشي؟ اللي ايه أهم مورد في المصادر الأولية. تعد من العوامل التي ساعدت بقى على قيام الحضارة المصرية القديمة ووفرت معظم المصادر الأولية اللي هي الآثار، يعني دراسة التاريخ. يعني ايه اللي خلى المصري القديم يبني اهرامات كتير ويبني معابد كتير وتماثيل والحاجات دي؟ التواصل الحضاري؟ لا، ملهاش علاقه. الموقع الجغرافي نفس الحكايه، برضه ملهاش علاقه. وفره المعادن والصخور زي ما قلنا في الدرس، ان لما توفر المعادن والصخور قدرت ابني الادوات اللي هي زي الشاكوش والمنجل والحاجات دي، اللي هي تساعدني ان انا ابني بقى الاهرامات والحاجات واشكل بقى الصخور والحاجات دي. تمام؟ والادوات اصلا معموله من المعادن والصخور، او معموله من المعادن يعني. تمام؟ يبقى دي صح. جفاف المناخ؟ لا، ملاش علاقه. ملاش علاقه. تمام. 9. اي مما يلي كان الاكثر تاثيرا في قيام الحضاره المصريه القديمه، ويتفق مع نظريه المؤرخ ويل الموقع الجغرافي المتميز. بصوا، يعني مثلا دوله زي امريكا بعيدة عن العالم بس أقوى دولة في العالم، فمش هي ده التأثير الأكبر في قيام الحضارة المصرية القديمة. إيه البتاع دي؟ إيه غفلة الثروات المعدنية دي؟ وفرة الثروات المعدنية. ماشي، كنت كاتبها غلط. توافر الحدود الطبيعية ونهر النيل الخصب والسهول الخصب. تعالوا نمسك واحدة واحدة. والسهول أضيفها لك أهو. الخصبة كان مكتوبة أصلا. ماشي. أي مما يلي بقى، نعيد السؤال تاني. كان الأكثر تأثيرا في قيام الحضارة المصرية القديمة، ويتفق مع نظرية ويل ديورانت. عايز نكون دارسين نظرية ويل ديورانت، هي الإبداع والأمان. ماشي، ده أهم حاجتين. الموقع الجغرافي المتميز ملهاش علاقة بالإبداع والأمان. وفرة الثروات المعدنية ملهاش علاقة بالإبداع والأمان. توافر الحدود الطبيعية ليه علاقة بالأمان، أنا أكون آمن من الأعداء الخارجيين. نهر النيل والسهول الخصبة برضه ملهاش علاقة بالإبداع والأمان. يبقى توافر الحدود الطبيعية. أبرز العوامل التي ساهمت في إظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة للعالم هي نهر النيل. هو بيقول هنا عظمة الحضارة المصرية في العالم. احنا ليه المصريين الأجانب بيتضربوا بحضارتنا؟ عشان الأهرامات والمعابد والذي. نهر النيل، ثم أوروبا عندها أنهار، بس برغم ذلك مش منبهرين بحضارتها القديمة يعني. الثروات المعدنية احنا بنينا نهر النيل ده بإيه؟ بالحجارة. آسف بنينا الأهرامات بإيه؟ بالحجارة. صح، دي ثروات معدنية، مش ثروات معدنية، أحجار. ماشي. والادوات اللي صنعنا بيها اللي احنا نبني بقى نهر النيل، اللي زي الشاكوش والحاجات دي، معموله من من المعادن. فدي برضو بالثروات المعدنيه. صح. الحدود الطبيعيه لا، ما لهاش علاقه. طب ما في كذا دوله حدودها كويسه يعني. المناخ المعتدل، طب ما في كذا دوله برضو مناخها معتدل ومش ده من الاجانب يعني انبهروا بينا فيه. يبقى الثروات المعدنيه. نيجي عند الأسئلة المقالية. وهب الله مصر مناخا معتدلا وشمسا مشرقة وسماء صافية. كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا المناخ في الوقت الحاضر؟ إزاي تستفيد منه؟ إزاي؟ زي مثلا هقول له دي محتاجة تشغيل دماغ شوية. زي مثلا أقول له في السياحة، إن إحنا نجذب السياحة، نقول للخواجات الأجانب اللي بره، يا خوجاتي أجانب، إحنا عندنا السياحة عندنا السياحة حلوة، تعالوا. ده حاجة. طيب، حاجة تاني،
حاجه ايه، حاجه تاني، زي مثلا ايه، نستغل الطاقه الشمسيه في نعمل احنا كهرباء، ادي دي حاجه اهو. تمام. نفس الحكايه في الرياح هكذا. يبقى زياده تشجيع السياحه في مصر، توسع في انشاء محطات الطاقه الشمسيه، وتوسع في استخدام طاقه الايه، الرياح. كل ده طبعا عشان انتاج الكهرباء. كل ده طبعا محتاج ايه، مناخ. عشان كده في اوروبا ما بيعرفوش يعملوا الحاجات دي، بيستوردوها منا عشان ما عندهمش مناخ كويس. حدد الاثر الدال على التكامل بين المناخ ونهر النيل في قيام الحضاره المصريه القديمه. عشان المناخ نوع لي غلات الزراعه دي اساسها مين؟ نهر النيل. وفي نفس الوقت منع لي الجفاف، ماشي، او عمل جفاف عشان يحفظ لي الاثار. يبقى حيث كان يتناول المناخ في مصر اثرا على تنوع الغلات والمحاصيل، وقد ساعد نهر النيل على تبادل تلك المحاصيل وحدوث تكافل وتكامل بين الشمال والجنوب، فنشطت التجاره الداخليه. قال جمال حمدان في شخصيه مصر حجر الزوايا في الثلاثيه القاريه، وهي الدوله الوحيده التي تلتقي فيها قارتين وتقترب من ثالث. استثمار مواقع مصر الجغرافي. هقول له مثلا اعمل مواقع كتير على البحر الاحمر المتوسط، ابقى مثلا ابني مطار عالمي بحيث يبقى ترانزيت للعالم. ايه تاني مثلا؟ يبقى التوسع في انشاء البحرين الاحمر والمتوسط موانئ، يعني في معهد التجاره الدوليه. زياده خدمه الترانزيت عن طريق المطارات. يعني ايه خدمه الترانزيت؟ يعني مثلا واحد مثلا جاي من امريكا عايز يروح مثلا بلاش الصين، واحد جاي من انجلترا عايز يروح الصين، لو هيمشي كل المسافه دي غالبا مش هيلاقي طياره. طب يعمل ايه؟ لا، انت كمصري تقول له تعالى اقعد عندي في مطار القاهره يوم يومين فسح فيهم، ومن مطار القاهره اللي هو في مصر خد طياره روح على الصين. فانت بالتالي تبقى ايه، زي ما بقول كده، تبقى وسيط. دي معنى الترانزيت. يعني انت انت مثلا عايز تروح دوله للثانيه، فتاخد دوله في النص، ماشي. زي ما قلت لك انجلترا، لا، بدل ما تروح من انجلترا للصين دايركت، تاخد من انجلترا تنزل مصر ترانزيت تروح مع ايه، الصين. والتوسع في انشاء المطارات الدوليه زي اللي فوق، وتشجيع شركات الشحن والتفريغ ونقل البضائع على فتح فروع جديده لها ايه، في مصر. يعني مثلا دلوقتي شركات نفس الحكايه، شركه بحريه من انجلترا او مثلا من المانيا عايزه تروح مثلا تودي بضاعه لسنغافوره، هتمشي كل ده في البحر، لازم تريح. لازم تريح. بلاش سنغافوره عشان اقربها لك، ممكن مثلا نوديها فين؟ المهم يعني اجيب لك مثلا دوله زي ايه، دوله مثلا زي يونان مثلا. لا بلاش برضه اليونان. المهم انت فاهم يعني، عشان بس مش دماغي مثلا دلوقتي. يبقى تشجيع شركات الشحن والتفريغ، بدل ما تمشي كل المسافه دي في البحر، لا، تعالى اقف عندي. او مثلا بقى خلاص مثلا دوله زي الهند عايزه تروح تتاجر مع المانيا، فالهند هتمشي كل المسافه دي؟ لا، عايزه تقعد تفرغ الشحن، تمون السفينه، القباطين والركاب اللي على السفينه ينزلوا يتمشوا في الدوله، الكلام ده كله. فانت تقول لي الكلام ده ايه، تعالوا، ما انت كده يا هند سفينتك دي هتعدي على قناه السويس، اقفي في قناه السويس وتعالي انزلي بقى ريحي واعيد تفريغ السفن، وان انا امون البنزين للسفينه والكلام ده كله، ماشي. هي دي معناها يعني. وبكده الحمد لله نكون خلصنا اخر درس في الوحده الاولى في التاريخ. وكده الحمد لله احنا ختمنا الوحده الاولى تماما في التاريخ، الحمد لله. حلوا عليها كويس، ولو عايزين نحل على الوحده الاولى ابعتوا لي تحت. واذا كان على الفيديوهات القديمه ان شاء الله، انا قلت لك المسيره في القناه القديمه هبعتها لك، تمام. ولو استفدت من الفيديو شير لاصحابك. وفي نفس الوقت برضو لو في اي سؤال مش فاهمه او اي حاجه انت مش واقفه قدامك زي ما بنقول، ابعتها لي على طول، وانا ان شاء الله هرد عليك. اعمل بقى لايك وشير وسبسكرايب، واستنى بقى الدروس الجايه ان شاء الله. احنا كده الحمد لله ماشيين كويس، مستعدين امتحان الشهر باذن الله تعالى. ولو عايزنا، وان شاء الله برضو ممكن اجهز لكم ان شاء الله اسئله عن امتحانات الشهر عشان على 3 دروس، عشان نكون بيرفكت فيهم باذن الله، تمام. تابعني بقى ان شاء الله واستناني، واعمل سبسكرايب في القناه وشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا زي ما استفدت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.